معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومعالي الأستاذ خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، والأستاذ الدكتور محي الدين عبيد نقيب الصيدلة. في مشكلة كبيرة بيعاني منها الشعب المصري وهي نقص الأدوية. في ناس بتموت من قلة الأدوية ونقص الأدوية، وأدوية حيوية محدش بيقدر يستغنى عنها زي أدوية السيولة والتجلط والقلب والضغط والسكر والأنسولين، بالذات الأنسولين اللي مرضى السكر. في ناس ماتت كتير بنقص الأدوية في مصر. من المسؤول عن نقص الأدوية في مصر؟ ومن المسؤول عن تباطؤ إجراءات الأدوية الجديدة؟ الأسعار زادت 3 أضعاف، وبرغم من ذلك الأدوية ناقصة في كل الصيدليات. معظم الصيدليات كل الأدوية ناقصة، وفي صيدليات عاملة إعلانات على الفيسبوك ومحتكرة أدوية وبتبيعها بأضعاف ثمنها، زي البريفكس اللي هو مضاد للسيولة بتاع الدعامات بتاعة القلب، وده مهم جدا. الناس كلها دايخة عليه، الناس كلها معظمها مركبة دعامات، وعندك 10 مليون مصري مريض سكر ما بيستغنوش عن الأنسولين. فين الأدوية ناقصة، مفيش حد لاقي حاجة. حتى الأدوية حتى الفوار اللي كان مرمي في كل حتة بتاع الأملاح، مفيش ولا نوع من الفوار. ويقول لك في بدائل، مفيش بدائل أصلا. فين هي البدائل؟ انت بتخش صيدلية اللي هي زي صيدليات العزبي اللي هي تعتبر أكبر صيدلية، وتيجي تقول له يقول لك مفيش. طب يا عم البديل، يقول لك مفيش. طب ايه الحكاية؟ الناس بتموت. وليه في تباطؤ في الإجراءات بتاعة الأدوية الجديدة وفي الأزمة الجديدة؟ ومين المسؤول أصلا عن الأزمة؟ كانوا دلوقتي بيقول لك الدولار عشان خاطر كان ب 18 جنيه، بعد كده بقى ب 48 جنيه، فعشان احنا بنحتاج الدولار عشان بنجيب المواد الخام من بره. طب ما انت زودت الدواء مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ومع ذلك الأدوية مش متوفرة. فين الأدوية؟ الناس بتموت، ارحموا الناس بتموت. فين الأدوية فين؟ الأدوية ناقصة في كل الصيدليات. الأنسولين الناس دايخة عليه مش لاقياه. أدوية السيولة وأدوية التجلط وأدوية الصرع الكلام ده مهم يا جماعة، وأدوية مهمة يا جماعة. فين الأدوية؟ الأدوية ناقصة في السوق كله، وفي صيدليات عاملة إعلانات ممولة على الفيسبوك ومحتكرة الأدوية دي. في ناس، في مافيا بتشيل الأدوية، بتعيش مع الهوجة وتقول لك يلا بقى وكله ماشي، مفيش رقابة على الصيدليات ولا على الناس دي تراقب عليها في الأدوية ولا الأسعار ولا الأدوية اللي مش موجودة. ايه الحكاية؟ احنا عايزين بأسرع ما يمكن انهاء اجراءات الأدوية. الناس بتموت، الناس يا جدعان الناس بتموت بنقص الأدوية ناقصة. أدوية السكر والضغط والسيولة والقلب والسكر، أدوية ناقصة كتير جدا جدا جدا.